يسعد لي صباحكم يا أحلى وأروع متابعين. اليوم وصفتنا وصفة الفلافل على طريقتي أنا. ما بعرف هلا كل مين بيعملها على طريقة معينة، بس أنا هيدي طريقتي. فمنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ومنبدأ وصفتنا الحلوة. هلا هون بالبداية منقشر التوم، والتوم هون حسب الرغبة، في ناس بتكتر كتير وفي ناس بتقلل. هلا أنا بحب زودلها شوي لتعطي طعمة أطيب. مثل ما انكم شايفين بعمل، وبعتذر كتير على صوتي لأني كتير عم بستصعب أحكي، خاصة بكير الصبح. فمثل ما انكم شايفين أنا كتير صوتي تعبان، بس مو مشكل فداكن. مثل ما انكم شايفين بالفيديو اشرت الكمية التوم اللي أنا بدي إياها، بس منضيف حبة بصل صغيرة. هلا هون الحمص أنا حاطة حمص مع فول، يعني بس كمية الحمص أكتر، وطاحنتن عند المطحنة الكبيرة لأنه المطحنة عندي ما كتير قوية، لهيك ما عملت الطريقة التقليدية واللي هو بتنقعي حمص عادي جدا ليلة أو ليلة ونص، وبترجعي بتفرميهم وبتعمليهم. أنا هون عنديهم جاهزين. هلا أنا حطيت الكمية اللي بدي إياها. هلا هون على نظركن الشغلة، فعلا الأكل نظر وذوق. هلا أنا حطيت الكمية اللي بدي إياها وحطيت المي على حسب ما أنا شايفة، مثلا عجينة ما بقى بدي. هلا بنحركها كتير كتير منيح لتشرب كل المي، لنتركها على جنب ترتاح. عادي بننقعها مثل هيديكا بالضبط، انه وقت بنكون ناقعين حمص. واذا احتجنا مي بعدين بعد ما بتكون ارتاحت بنضيفلها شوي على حسب ما نحنا شايفينها كيف بدنا اياها. هلا هون صارت تمام وما عاد بدها شي بالنسبة لإلي. هلا بنحطها لترتاح. بنتركها على جنب ومن بلش بفرم البصل والثوم. وهلا هون ابني اكيد بالدق بده يشتغل. هلا بنطحنهم كتير كتير ناعم لحتى بالقلي ما يبينوا كتير. هلا مثل ما انكم شايفين صاروا جاهزين. بنضيفهم على الحمصات اللي نقعناهن شي ساعتين 3 قد ما بدكم، حتى فيكن قبل بليلة بس ما تكترولن مي. وهلا بعد ما ضفنا لها البصلة والثوم منحطلها ملح. ما تكتروا ملح منشان صحتكم. هلا منحطلها بهار اسود شوي، ما كتير لانه حار. منحطلها كمون. هلا كمون منكترلها شوي. ومنحطلها كزبرة ناعمة يابسة، واذا بدكم بتقدروا تضيفولها كزبرة طازة، بس الناعمة احسن. بنحطلها شوية 7 بهارات شوي ما تكتروا، ومنحطلها فلفلة خشنة. هذا من عندي انا بحب حطله. وهلا منحطلها المكون يلي ما بتكمل بدونه، واللي هي السمسم. سامحونا على تلخبط الحكي، واللي هو السمسم. هلا منضيفلها شوية بقدونس كمان، ما منكترها لانه بتصير خضرة وانا ما بحبها خضرة كتير مثل ما نكون شايفين. وهلا منحرك كل شي مع بعض
لتمتزج كل المكونات مع بعضها وتصير عجينة واحدة. صلوا على سيدنا محمد بهيدا الوقت، ما تنسونا من صالح دعائكم. وبعد ما نحرك كل المكونات منحط لها البيكنج باودر، فينا قبل بساعة أو بنص ساعة، بس ما تكتروا كتير حتى ما تنفش وتطلع الشغلة من ايدكم. وهيدي البيكنج باودر حطيناه. هلا بيجي وقت الكربونة المكررة للطعام. هيدي الكرتونة اللي شفتوني حطتها، هيدي مكررة للطعام، يعني ما بتمرمر بالاكل. بتقدروا تجيبوها من السوبر ماركت وتحطوها للفلافل قبل بربع ساعة أو نص ساعة، بالكتير نص ساعة، وربع ساعة أحسن قبل القلي. هلا هون منحضر الطحينة حد الفلافل، واللي هي طحينة بنحط لها ماي، بنحركها كتير منيح، بنرجع نعصر لها حامض ومنزد لها ومنضل ندوق لحتى انها تزبط، يعني الشغلة طعمة وذوق، ومنحط لها الملح. وهلا صارت طحينتنا جاهزة، منحطها على جنب ومنجهز يلي بدنا نحطهم حد الفلافل، واللي هو بندورة، خيار. هلا بتحطوا لها لفت، بتحطوا لها كبيس مخلل، بس انا هلا كنت كابسة عن جديد لهيك ما عندي كبيس، فانتوا بتقدروا تحطوا كبيس اكيد حد. ودبس الفلافلة والشطة. هلا منبلش تكوير بعجينتنا. هلا اكيد انتوا بتقدروا تعملوها بقالب الفلافل عالزيت، بس انا بحب اعملها هيك واهين لي واسهل لي بالقلي. فبجهزهم كلهم وبروح بقليهم عمرتين 3 وخلص وانتهى الموضوع. احسن ما احط بالقالب وارجع شيله وهيدا لزق وهيدا عميل، هيك اهين لي. هيدي حيلة لست البيت. واذا عجبكم الفيديو يا اصدقاء ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وتشوفوا المقاطع اللي عم تنزل اول باول. هلا هون منخلص كل الكمية، صارت جاهزة للقلي. وفعلا كل شي بينعمل بالبيت بيطلع طعمته كتير طيبة، بس للأمانة ما بينفوش قد المحلات. فالمحلات الله أعلم قد ايه بيحطولن كربونة وهيك. هاي أنا عم صارحكن دغري، بس طعمتن بيطلعوا أطيب مليون مرة من شغل برا. وهلا هون الأقراص الذهبية بلشت تاخد لون وتستوي. وصحتين وعافية لألكن، وهيدي النتيجة النهائية لأكلتنا. إن شاء الله بتنال إعجابكن. ما تنسونا من الدعم يا حلوين. وهلا بقلكن بالصحة والعافية. يلا باي.